إسرائيل ليس يعقوب. تعالوا نشوف الشواهد من كتاب البرزخ سنعيدها سيرتها الأولى للباحث المصري رامي نبيل على إن إسرائيل ليس يعقوب. ده الكتاب نفسه، وذاكر كل الشواهد وجايب الأدلة بتاعته من القرآن الكريم ومن السنة النبوية الصحيحة على إن إسرائيل ليس يعقوب. الكتاب متراجع من دكاترة في الآثار ودكاترة في الشريعة والقانون ودكاترة في اللغة العربية، متراجع من ناس مختصين. ما حدش يجي يقول ان ده كلام او هوى باحث، لا، وكل ادلته من القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة. قبل بداية الكلام انا عايزه اقول حاجة. ربنا عز وجل بيقول ايه؟ وتأكلون التراث أكلا لما. في ناس بتبقى متمسكة بالموروث وبهذا ما وجدنا عليه آباءنا، بيبقوا متمسكين قوي بالحاجات اللي هم اتربوا عليها، في حين ان الحاجات دي ما بتبقاش اصلا ليها اساس من الدين. انا عايزه اقول لكم ان في حاجات كتيره جدا داخله في الدين بتاعنا وهي من الاسرائيليات. ابسطها كلمه قابيل وهابيل. كلمه قابيل وهابيل دي اصلا مش موجوده في القران الكريم. انا صدمت لما لقيت في ناس يعني فاكره ان قابيل وهابيل دول مذكورين في القران، في حين ان دول في الاسرائيليات. فده مثال بسيط جدا للحاجات اللي هي في الموروث اللي هي اصلا ملهاش اساس من الدين. اضرب لكم دلوقتي مثال على اللي انا بقوله ولا اقصده. في التوراة عندهم في سفر التكوين الإصحاح 32، وده مذكور في الكتاب، نص طويل كده. المهم ان النص بيحتوي على ايه؟ بيقول ان يعقوب صارع الرب، فبعد ما صارع الرب قال له ايه؟ قال له ما اسمك؟ قال يعني الرب مش عارف اسم يعقوب. الرب بقى قال له ايه؟ لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل، لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. حين بقى ان القرآن الكريم أما ذكر اسم يعقوب عليه السلام، سيدنا يعقوب عليه السلام ذكر باسمه في جميع فترات حياته، بل من قبل ما يتولد أصلا. أما ربنا عز وجل بشر سيدة سارة زوجة سيدنا إبراهيم باسم يعقوب من قبل ما يتولد. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. طب في حياته القرآن ذكره إزاي؟ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. ربنا ذكر إن هو سيدنا يعقوب وإن آله اسمهم آل يعقوب. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. في سورة يوسف أيضا ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طب وعند وفاته بقى؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. طب بعد موته بقى كمان لما سيدنا زكريا عليه السلام دعا ربنا إنه يهبه وليا، قال إيه؟ رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. مفيش ذكر خالص إن هو إسرائيل ولا إن هم بنو إسرائيل ولا الكلام ده خالص. كل المواضع اللي ربنا عز وجل وضح فيها سيدنا يعقوب باسم يعقوب، مفيش أي ذكر لإسرائيل نهائي ولا لبني إسرائيل، لا عليه ولا على أبنائه. سورة يوسف كاملة 111 آية اللي هي بتحكي قصة سيدنا يوسف عليه السلام في مصر وقدوم أبويه وإخوته في مصر برضو. لم تذكر أي ذكر لبني إسرائيل ولا كلمة إسرائيل فيها نهائي. هل ده برضو مش عجيب؟ يعني السورة زي كده كان من باب أولى إنها تقول على يعقوب إسرائيل أو تقول على إخوة يوسف إن هم بنو إسرائيل. مفيش ذكر نهائي في سورة يوسف لبني إسرائيل ولا لكلمة إسرائيل نهائي أصلا، في حين إن سورة الإسراء اللي هي برضو 111 آية يطلق عليها سورة بني إسرائيل من كتر ما هي ذكرى بني إسرائيل والأحداث بتاعتهم وطباعهم وحقيقتهم. ذكرش فيها يوسف عليه السلام ولا إخوته ولا يعقوب عليه السلام. طب إزاي؟ في القرآن الكريم صراحة ما فيش ربط ما بين إسرائيل ويعقوب نهائي في أي موضع من المواضع. ربنا عز وجل لما كان بيتكلم عن سيدنا إبراهيم كان بيقول إيه؟ ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. دي برضو آية مهمة جدا جدا، والآية دي يعني لو دققتوا فيها تفهموا إن يعقوب ده ملوش علاقة بإسرائيل نهائي. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟
قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. يعني سيدنا يعقوب عليه السلام ملوش علاقة باليهود أصلا، هو ميت على الإسلام هو وذريته. أبناء يعقوب عليه السلام ربنا عز وجل لما جاء ذكرهم في سورة يوسف قال إيه؟ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. هل ربنا قال لقد كان في يوسف وبني إسرائيل آيات للسائلين؟ ربنا ذكر إخوة يوسف بأنهم إخوته، لم يطلق على إخوة يوسف نهائي في القرآن الكريم اسم بني إسرائيل. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يعني سيدنا يعقوب كان نبي بذكر القرآن الكريم. بقى إسرائيل اللي ذكر في القرآن الكريم ده كان نبي؟ الآية اللي بتقول كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. هل الآية دي فيها أي ذكر نهائي لكلمة يعقوب أو إن إسرائيل يعقوب؟ أنا مش عارفة إزاي الربط إن الناس تقول يعقوب إسرائيل بدليل الآية دي إزاي؟ يعني فين المفهوم أو فين الدليل على في الآية دي إن إسرائيل هو يعقوب؟ ده الآية بتقول إن إسرائيل هو إسرائيل، ده شخص منفصل تماما عن يعقوب عليه السلام. دلول الآية هل يعقل إن نبي يحرم حاجة على نفسه من غير ما يرجع لإذن ربنا، ولو فرضا حصل ربنا ما يعاتبوش؟ إسرائيل ده حرم على نفسه حاجة معينة واتبعوا ذريته من بعده اللي هم بنو إسرائيل، اتبعوه وحرموا نفس الحاجة على نفسهم من غير ما ربنا عز وجل يعاتبه. إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء حرم حاجة على نفسه، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك؟ ربنا سبحانه وتعالى نزل الآية دي عتابا للرسول عليه الصلاة والسلام لأنه حرم حاجة أحلها الله، لأن هو نبي وما ينفعش يعمل حاجة غير لما يرجع لإذن ربنا عز وجل. ذرية يعقوب المذكورة في القرآن الكريم مذكورة باسم آل يعقوب ولم يذكروا باسم بني إسرائيل نهائي. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضي. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. يعني ربنا عز وجل ذكر فضله ونعمته على سيدنا يوسف عليه السلام وعلى آله اللي هم آل يعقوب مش بني إسرائيل نهائي. هو لما بيقول إن إسرائيل ليس يعقوب يعني ده شخص وده شخص تاني منفصل عنه تماما، هو كده بيفضح اليهود وبيكشف زيفهم وتزييفهم للدين والتاريخ. أمال إسرائيل ده بقى مين؟ ربنا عز وجل أما ذكر قصة قتل ابني آدم أحدهما للآخر قتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. ربنا عز وجل ذكر أن هما ابني آدم، ما ذكرش لا قابيل ولا هابيل عشان ما حدش يجي يقول إن قابيل وهابيل دول مذكورين في القرآن نهائي، ده إسرائيليات برضه. في سياق الآيات بقى فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. أول آية مذكورة بعد قصة القتل هي من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، وحدد بني إسرائيل. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. لما احنا بنقول من أجل ذلك يعني احنا بنقول ده نتيجة لسبب معين حصل، فلما يذكر من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل ده نتيجة للي حصل في قصة القتل، آدم أحدهما قتل الآخر. في الحضارة المصرية القديمة أسطورة اللي هما بيسموها أسطورة وهي مش أسطورة، وكل الأساطير اللي متروجة لنا عن الحضارة المصرية القديمة هي أصلا أحداث حقيقية أو معظمها حقيقي، والشخصيات اللي هما مصورين على إنها آلهة هي شخصيات برضو حقيقية اللي هما أوزوريس وست وإيزيس حور أو حورس، دول كلهم شخصيات حقيقية. أما يكون موجود في الحضارة المصرية القديمة إن ست قتل أوزير أو أوزوريس، إن دي أول قصة قتل تسجل في الحضارة المصرية القديمة أصلا، وإن أتم عند المصريين القدماء هو أول من نزل على الأرض. ما هو أتم ده بالنسبة لنا احنا سيدنا آدم عليه السلام، وابني آدم اللي حصل بينهم قصة القتل هما ست وأوزير أو أوزوريس أو سيدنا إدريس عليه السلام. شفتوا وجه الربط ما بين القرآن الكريم وما بين التاريخ المسجل عندنا في الحضارة المصرية القديمة اللي هم حاولوا يزيفوه وأوهمونا إن هم كانوا حضارة وثنية وما عندهمش توحيد، وإن كل الحضارة دي حضارة آلهة،
علشان تزييف التاريخ وعلشان ما يوصلناش الحقيقة، عشان بعد كده ينفوا ان هم تبع ذرية القاتل اللي هو إسرائيل، وينسبوا نفسهم ليعقوب عليه السلام، في حين هم بعاد تماما عن سيدنا يعقوب ولا صلة لهم به نهائي. إسرائيل هو القاتل الأول، ابن آدم الذي قتل أخاه، ومنه انحدر بنو إسرائيل اللي هم من ذرية القاتل. عشان كده هم بينفوا نسبهم ليه، عشان هم مستعرين منه وزيفوا التاريخ ان هم ينسبوا نفسهم ليعقوب عليه السلام. ذكر القرآن الكريم: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون يحرفون الكلم عن مواضعه. وده بذكر القرآن الكريم. الحديث الشريف الصحيح أما الرسول عليه الصلاة والسلام سأل جماعة من اليهود: من أبوكم؟ فقالوا أبونا فلان. فقال: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت. لو هو أبوهم سيدنا يعقوب عليه السلام زي ما هم حاطين في التوراة بتاعتهم المزيفة، هيخبوا على الرسول عليه الصلاة والسلام ليه؟ عشان هم عارفين أبوهم قاتل، فهم بيخفوا النسب ده ومش عايزين ان هم ينسبوا نفسهم ليه ومستعارين منه، فكذبوا في نسب ابوهم. فالرسول عليه الصلاه والسلام قال لهم: كذبتم، بل ابوكم فلان، لان الرسول عليه الصلاه والسلام موحى اليه من ربه. واللي هيقول ان بني اسرائيل دول ان ربنا فضلهم على العالمين، زي ما ربنا عز وجل قال: يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين. رجعتم كده لسياق الايات هتلاقوا ان ربنا ذاكرها لهم مهرارا وتكرارا. ليه؟ ان دول ناس ما عندهمش دم. ما انت تفضل تذكر حد بنعمتك عليه والانسان ده مش مدرك النعمه او مش متذكر النعمه او بيجحد بيها بمعنى اصح، هتذكروا عمال تذكروا، هم مش عايزين يتذكروا. فربنا عمال يذكروا: يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين، يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم واياي فارهبون. ربنا عمال يذكرهم 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 عشان هم كفروا وجحدوا، مش عشان هم مفضلين على العالمين ولا حاجه، ولا هم شعب الله المختار زي ما هم حاولوا يدعوا. هم ما بيروجوش الا للاكاذيب والتزييف. عشان كده البحث ده بيكشف زيفهم حقيقتهم، بيكشف تزييفهم للتاريخ وللدين.